أهلا بيكم يا شباب. جبتلكم النهاردة موبايل بيتقال عليه ملك الفئة المتوسطة. هل ده صح ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. معانا في الفيديو وحش الفئة المتوسطة بوكو اكس 7 برو. وعاوز أقولك حاجة قبل ما أبدأ، لو عاوز الصح يبقى أنت في المكان الصح. يلا بينا يا زعيم. نيجي لأول حاجة وحاسس إنكم خلاص اتعودتوا، وهي التصميم والشاشة. الموبايل بيجي بتصميم شيك ومتين، وبيجي بشاشة أموليد بحجم 6.67 بوصة بدقة 1500 كي وتردد 120 هرتز. الشاشة دي بتدعم HDR10 بلس ودولبي فيجن، وبتوصل لسطوع عالي، فهتديك تجربة مشاهدة مميزة سواء في الألعاب أو الفيديوهات. أما عن آراء الناس اللي استخدمت الموبايل، فالناس أشادت بجودة الشاشة وسطوعها العالي بصراحة، لكن في بعض الشكاوي إن في فجوات صغيرة بين المايت والشاشة، ودي بتسبب تسرب للضوء في بعض الحالات، وأنا شايف إنها حاجة موجودة في معظم الأجهزة، فمش هنعلق عليها. نروح بقى للأداء والمعالج، وفي تجربة بابجي في الآخر يا زعيم مش حرمك من حاجة خالص، انزل روق عليا انت كمان بقى. يلا نكمل. الموبايل بيجي معالج حلو قوي، ميديا تك ديمنسيتي 8400 الترا، وبيجي ب 8 أو 12 جيجا رام، ومساحة تخزين 256 أو 512 جيجا. وأنا شايف إن الموبايل بيقدم أداء عالي جدا في الاستخدام اليومي. أما عن آراء المستخدمين فقالوا إن الموبايل كان كويس قوي في الأول، وبعدين بدأ يبقى فيه لاج في الألعاب زي بابجي مثلا، وأنا شايف إن ممكن يكون في حل للمشكلة دي مع التحديثات الجاية، نتمنى الشركة تعالجها في أسرع وقت. نروح للكاميرات بقى، والموبايل بيجي بكاميرتين في الخلف. الأساسية 50 ميجا بكسل من سوني مع مثبت بصري بتطلع صور كويسة جدا، والكاميرا التانية ألترا وايد 8 ميجا بكسل، وبيجي بكاميرا أمامية 20 ميجا بكسل وأدائها جميل برضو. ولما المستخدمين يتسألوا عن الكاميرا قالوا إن في الإضاءة الكويسة الموبايل بيقدم صور حادة بتفاصيل ممتازة، بس في الإضاءة الضعيفة الجودة بتقل وبيكون في نويز في الصورة. والكاميرا الأمامية أدائها كويس، بس كان في شكاوي إنها ضعيفة في تطبيقات السوشيال ميديا. أما عن البطارية والشحن، وأنا عاوز أقولك حاجة الأول، أنا مش بجيب حاجة من عندي وأطلع أقولهولك لا سمح الله، إنما دي تجارب ناس، وبنشوف مرة واتنين علشان أبقى متأكد من اللي بقوله. بس نفرض إني قلت حاجة غلط، عديها لي يا سيدي. نكمل الفيديو بتاعنا. الموبايل بيجي ببطارية سعتها 6550 ملي أمبير، وبتدعم شحن سريع بقوة 90 واط، يعني هيشحن من 0% ل 100% في حوالي 50 دقيقة. أنا قلت حوالي. تمام؟ تمام. رغم سعة البطارية الكبيرة، في ناس اشتكت إن الموبايل مش بيكمل معاهم اليوم مع الاستخدام المكثف، وأنا شايف إن ده ممكن يكون بسبب عدم تحسين استهلاك الطاقة في النظام. أما عن النظام فالموبايل بيشتغل بنظام هايبر او اس 2 المبني على اندرويد 15، والشركة قالت إن في تحديثات لحد اندرويد 17. النظام سلس وفيه مزايا ذكية، لكن بعض المستخدمين اشتكوا من وجود إعلانات وتطبيقات مثبتة مسبقا على الجهاز، وكمان مشاكل في إدارة الذاكرة وخاصة في نسخة 8 جيجا رام. نيجي بقى لتجربة بابجي، وأنا عاوز أقولك إن الموبايل مجرم ألعاب بصراحة. الموبايل بيشغل 120 فريم ألترا إكستريم، وهتاخد أداء قوي بطريقة مش طبيعية بصراحة. أنا كده خلصت الفيديو، وعاوز أقولك في الآخر إن الموبايل بصراحة يستحق لقب الأفضل بالنسبة لسعره حاليا، اللي هو حوالي 17,000 تقريبا، فدي هتكون صفقة كسبانة جدا ليك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وتكتب لي في التعليقات عاوز جهاز إيه الفيديو الجاي. سلام.